كابتن ابراهيم، تقر وتعترف انه في مباراه الاهلي وطلائع الجيش كان عندك قناعه تامه ان الاهلي كان ليه هدف صحيح بنسبه 100%، وانه المساعد ما ادالكش، وحتى الفار تقريبا كان ساعتها دخل وبرضه ما ادالكش ان الكره هدف؟ لما شفتها بعد الماتش تاكدت ان هي هدف. لكن الحكم والمساعد اللي هي واجباته انه يشير ان الكره خطت. انا سعيد ان انا بتكلم مع حضرتك في حاجات التحكيم، لان انت من الناس القليلين في الاعلام اللي بتفهم كويس في انا التحكيم. بحب التحكيم. لا نعم. ده انت مش بتحب التحكيم وبس، ده انت واضح ان انت كنت عايز تبقى حكم. انا كنت عايز ابقى حكم، مش كده؟ طبعا فمركز في الموضوع ده. الحكم والمساعد واجباته الاساسيه ان هو بيشير للحكم على ان الكره عبرت خط المرمى من الحكم. نعم. تمام. جه الفار ساعده. فلا الحكم المساعد ولا الفار ويعني خطأ. بس ده خطأ خسر الاهلي الدوري. الاهلي خسر الدوري على نقطتين، واكيد برضه في خطأ جاب للاهلي الدوري. لا انا بتكلم في الخطأ اللي مرصود قدامنا، يعني حاجه انا بتكلم في كوره. انت كحكم مباراه بتقول لما روحت تاكدت انها هدف. كان مين المساعد معاك؟ عشان انا والله ما فاكر يا كابتن، بس عشان انا حقاني. عشان انا حقاني، ودي شجاعه منك. لا شجاعه، اصل انا طالما ما عملتش حاجه متعمده فكلنا بشر. نعم. تقر وتعترف انه في مباريات، وعلى فكره يا كابتن شوبير انا اتحمل الخطا، لان انا في الاول وفي الاخر حكم المباراه. انت اللي تتحمله؟ طبعا، مع اني مش خطا. ايه الشجاعه اللي انت فيها؟ ما هو كابتن انا الحكم، انا صاحب القرار الاول والاخير. انا لو كنت عملت مجهود اكبر ودخلت منطقه الجزاء وقربت كنت اشوف احسن من الاثنين. يا سلام. طبعا. انت شجاع قوي. بس الفار كان لسه داخل جديد. كان لسه جديد. وما كناش يعني كنا بنرمي بقى عليه. لما عرفنا ان الامور هتصعب رجعنا للمانوال بقى القديم.